المغرب تشد الكرة، تمسك الكرة، تمشي لقدام وتعرف كيفاش تمس الشبكة، عرفت تدافع وعرفت توظف. نحكي لك على التوظيف الدفاعي في هجمة مرتدة سريعة، خاطر مش المهم انك تفك كرة، المهم انك كيفاش تستحفظ على الكرة في منظومة دفاعية، هذه اصعب حاجة. وكي نقيسوا احنا بالمنتخب المغربي ما تقارنش معناتها، كي نحكيو سو لو بلان انديفيدويل بعاد علينا كل البعض. منظومة دفاعية منظمة، ما تخليش ديزيسباس، ما تخليش مساحات، تعرف كيفاش تنجم تحد من المنافس، توصل القدام وباش تخلق الفرص. وهذا هو اللي في كرة القدم اللي فكر. ما عندناش امكانيات، الامكانيات اللي عندنا محدوده اليوم. احنا هذاك هو الكاليتي اللي عندنا، هذاك القماش اللي عندنا، هيك تشوف البطوله اللي عندنا هذاك اللي انت اذا تمشي تشوف لي سونتر دو فورماسيون تاعك ما عندكش تيرانات، ما عندكش تكوين. 20 سنه واحنا نحكيو في نفس الموضوع، ماناش مزيانين كي نتفرجوا في المنتخبنا. ما عندكش دي سونتر دو فورماسيون تكون لك في وحده. اليوم لي سونتر دو فورماسيون الكل نتاع الفرق الكبرى اللي في تونس برا، امشي شوفهم كيفاش يترناو تيران يقسموه على 4. احنا ما عندناش كيب اللي احنا نخليو الادفيرسير يجري في جرتنا. احنا مالوريزمون قعدنا ديما نوظفوا في رواحنا بارابور الادفيرسير. حتى مع منتخبات ضعيفه انت ما تخلقش. لا في وقت من الاوقات ما تفرجش كي تبدا منافس، ما تعملش 6 7 هجمات ورا بعضهم، ما تعمليش 20 تمريره ورا بعضهم، 3 4 5 تمريرات كره تدفك. صحيح. سونتراج على اليمين 3 رباعهم توش، 3 رباعهم 6 متر. حتى مع منتخبات ضعيفه ناس. صحيح. انا بالنسبه لي انا اللي تحكي فيه رفيق، اللي هو احنا ما عندنا مده كبيره، ما عندناش امكانيات، الامكانيات اللي عندنا محدوده اليوم. احنا هذاك هو الكاليتي اللي عندنا، هذاك القماش اللي عندنا، هيك تشوف البطوله اللي عندنا هذاك اللي. مش عيب في كرة القدم انك تكون منتخب او فريق دفاعي. كرة القدم الحديثة قائمة على انه عندك دفاع قوي، لكن منتخب دفاعي مش معناه تطيح البلوك وتولي تلعب بحذا الجارديان، بحذا لي دو زاكسيو، بحذا لي دو بيفو، بحذا لاتاكون دو بوينت. دونك بالنسبه ليك انا نرى انه مش عيب ان نعرفوا حدود امكانياتنا وانه نوظفوا اللعب نتاعنا على حدود امكانياتنا. انت تحب تعمل 20 و30 تمريره، نحكي لك على التوظيف الدفاعي في هجمه مرتده سريعه، خاطر مش المهم انك تفك كوره، المهم انك كيفاش تستحفظ على الكوره في منظومه دفاعيه. هذه اصعب حاجه. كاليتي كما كان يحكي لك الناصر تاع دي جوار 1 ولا 2 يكونوا فارقين. الروليور اللي نجم يرتحك وياخذ الكوره يعمل بها الفوت، يحط لك الباس اون بروفوندور، يضرب لك على 30 متر. البونتا اللي يعرف انه في المنظومه الدفاعيه كل كره بلغه الكره كنت ترتاحها تمشي بها القدام. اعتقد انه لازمنا نمشيو على الواقع مش على المنشود. تتسائلوا احنا عندنا 9 ملاعبيه يلعبوا لبرا، معناتها الانسان ايش يتوقع؟ يقول لك يلعبوا لبرا ما فما لعب. احنا فكاكه التوا قعدنا فكاكه، احنا فوق الكره ثم ما نعرفوش نعملوا بها. قل لي انت فما نجم نصلحوهم؟ هاي نجم اذا فما مدرب في مقام المنتخب التونسي اللي احنا كتوانسه نحبوه، تصير العمليه، تصير بالتدريب وكل شيء تصير. شنو هي الاخطاء وشنو هي كذا، راهو المدرب لازم يعرف شنو هي الاخطاء اللي صايره باش يصلح. 20 سنه واحنا نحكيو في نفس الموضوع، شبينا اوني با اغريابل، ماناش مزيانين كي نتفرجوا في المنتخبنا، ما فماش الكره نتاعنا. 30 ثانيه نجاوبك خاطر ما عندكش دي سونتر دو فورماسيون تكون لك في وحده. اليوم لي سونتر دو فورماسيون الكل نتاع الفرق الكبرى اللي في تونس برا، امشي شوفهم كيفاش يترناو تيران يقسموه على 4. تلقى الكاتيجوري نتاع طارق اكبر مني، نترينا مع زياد، يترينا مع الناصر. الجوار ما ينجم يقف سور تيران ويفهم التيران 11 سنه، جانا 13 سنه 14 سنه يولي ترينا جمعيه في تيران واحد. انت اذا تمشي تشوف لي سونتر دو فورماسيون تاعك ما عندكش تيرانات، ما عندكش تكوين. لي بارون يزفروا كي يبدا فما اطراح ساعات ما يبقاوش اربيتر، لي بارون يزفروا. هذا مشكل كبير. امبارح نسمع في خوك في التاسعه يتكلم عبد الحق العليمي المدرب ولا المدير الفني والرياضي، يقول لك معناها تحبوا الكره تتحسن وانتم في ليكول والمينيم تلعبوا في الديفونس، وقت اللي هما يخليهم ينرموا تهبط جولات تقول لهم فيت فو بليزير اهبط نلعب كور. احنا قال لك عندنا جمعيات في الصغار يلعب في البلوك ويلعب في الديفونس التالي باش ما يخسرش، والريزولتا وتيتر وشكون هز وشكون طاح وشكون كذا وبيع ونوع. كي توصل تسمع هذايا في اللي اللي تربى يبيع باش يكبر نهار اخر ويبيع تجيه الكره الى واحد ديريكتومون. التجارب الاوروبيه اللي اعتبرت انه البوسان والمينيم وليكول والمينيم ما يكونش فيها تنقيط وترتيب باش انه الصغير يلعب. قلتها قبل وقلتها عندي عوام ونعاود ونشد فيها. راي ليكيب ناسيونال اللي مازال ما يلعبش في الكيب نتاعو وموش اساسي وموش متالق في اي بطوله، نحكي راوح مادام مش اساسي وما يلعبش مباريات رسميه معناها لاعب جاهز. المغرب اليوفا ريتوشي واحد ما يلعبش في الكيب
اي بطوله، الدوري الانجليزي ولا الفرنسي ولا البلجيكي. نحن هذا علاش ما نعرفوش نعملوا؟ هذا حبيت اقول لك. هي علاش؟ حبيت اقول لك انه انا مع منظومه دفاعيه ذكيه وقت اللي توظفها. علاش ما نعملوش؟ نحن مغرومين ياسر بالطلايون ونقولوا نحن ايطاليا العرب ولا ايطاليا افريقيا. هل هو واقع كورتنا اليوم؟ لانه تعدوا اجيال واجيال وتعدوا دي زونترونور ودي زونترونور، وهذه ديما مشكلتنا. احنا ما نعرفوش، ما عندناش انيماسيون اوفونسيف مزيان. عموما ترانزيسيون من الديفونس والريكوبيراسيون للفاز اوفونسيف بريسك ما فهماش، ديما بلوك با في الوسط التالي في ال 40 متر والاخرى نستناو ان اكسبلوا، نستناو كود جيني. هل هذا مستوى كورتنا ناصر؟ هذا من الملاعبيه، هذه كورتنا اش نجم تعطي ولا لا؟ نجموا نعطيو خير سوف كو ماناش قاعدين نخدموا كوم الفو. نحكي اون جينيرال مش راهو زاد كيف المباريات كيما هذوما. صحيح انه سير البلان ديفونسيف تكون عندك امكانيات دفاعيه، خاطر ديما الدفاع اسهل برشا انك باش تنجم تدافع. سميشي واحد منهم يلعب في لي جون، سميوا لي واحد في هذوما يلعب في لي جون. لا نسمي لك انا لي دو فورماسيون ما تلقاش من غير ما تلوث، ما تلقى حتى. احنا في ال11 ثم 5 ولا 6 يلعبوا في لي جون في كيباتهم، في موناكو ولا في كايزر سلاوتن ولا هو يلعب في الفئات السنيه. يجي المنتخب تحت 20 يعطيو قيمه المنتخب التونسي. راهو خطا نجم يكون وارد. مش اول خطا حتى عملناها قبل. عيط جوار يلعب في فريق في الدرجه الرابعه. راهو المستوى التونسي الحقيقه مش نكون معناها التونسي الرياضي نحز في نفسي اللي كونه عام كامل تعدى معناها عام بعيد على كرة القدم. نحكيو فيه برشا على المشاكل، برشا نحكيو على مشاكل الكرة، وأولهم البنية التحتية اللي كانت معناها فريمون مشكلة ومعضلة كبيرة في تونس، ما خلتناش نلعبوا كرة. معناها في تونس عندنا مشاكل جمة، عندنا مشاكل فهمتي على مستوى التسيير، على مستوى النوادي، على مستوى الجامعة. هذا لو كليما ديليتير، سي لو كليما اللي هو ما يخليكش انت تبني على اسس صحيحه. ما لازموش يتوصل. لازم اليوم الناس كل توقف الكرة القدم في تونس. لازم الكرة في تونس معناها بلوز او موان تنضاف مي نحكيو تتحسن وتتهذب باش يقعد كان التركيز على المستطيل الاخضر، على المستوى المعلوماتي وعلى المستوى التطبيقي وعلى المستوى خلينا نقولوا الانتجراسيون نتاع المعلومه والتعامل مع المعلومه وتحسين الاداء الفردي والجماعي. برشا معناها بلدان ومدربين اللي هم ما كانوش